السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادعوا أمواتنا جميعا كده، ولأبويا وأمي وكل أمواتنا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. اللهم آمين. طبعا كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، ويجعله عيد مبارك وسعيد، كله فرح وهنا وسرور عليكم على كل بيت. اللهم امين. خلاص يعني يومين، خلاص يومين ايه، يومين يوم حسب بقى ما الرؤية تظهر، والعيد خلاص على الابواب. هنعمل بقى كحك. طبعا انا ما كنتش حابه، لان انا عاملين لي هناك في البلد بصراحه، عاملين لي كحك وبسكوت هناك كتير. فانا برضو قلت طبعا عشان عارفين دي قناه وشغل وكده، لازم برضو اعرفكم واوريكم الكحك بتاعي انا ومقاديره كده. دول 4 كوبايات دقيق، احط عليهم شويه ملح صغيرين، شويه سكر في قلب بصوا بقى، طبعا دي سمنه مخلطه، حطيت كوبايه الا ربع سمنه بلدي على كوبايه سمنه روابي، وخلطتهم مع بعض وقدحتها. انا بحب اقدح السمنه للكحك كده. الكحك ده على طريقه امي الله يرحمها، امي وامك بقى بتوع زمان بيعملوا الكحك المقدوح اللي يعيش معاكي بالشهور، البارد ده ما بيقعدش. قدحتها وغليتها زي ما انتوا شفتوها كده. حطيت السمسم الابيض على ذره الملح على الدقيق، وهنزل بقى بالسمنه بتاعتي نفس طريقه امي الله يرحمها. عشت يوم من ايامها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها، اللهم امين. كانت طريقتها دي، وكانت تقول لي وانت بتجيبي تروحي يلا يا نشوى روحي هاتي حاجه الكحك، تجيب الخميره البيره، وتجيب ريحه الموز والدقيق والسمسم بس، مفيش بقى ولا بيكنج باودر زي ما بيحطوا دلوقتي، ولا الحاجات الكتيرة اللي بيحطوها دي. لا، هي دي عجينة أمي. بجيب حاجة واسعة واحطها فيها عشان أعرف أبسها فيها كده وأعجنها. يبقى أنا دلوقتي حطيت 4 كوبايات دقيق على كوبايتين الا ربع سمنة مخلطين بقى، روابي بلدي زبدة زي ما انت عايز، ذرة ملح، كوباية حطيت فيها معلقة سكر، نص معلقة خميرة فورية، ولو عندك خميرة بيرة يكون أفضل برضو حلو. وتبوشيها كده على كوباية لبن دافية. هو ده المقدار بتاعي، اهي كوباية الا ربع بالظبط لبن دافي على معلقة خميرة فورية على شوية سكر، وخليتها كده تتخمر، وسبتها على جنب لحد ما بسيت العجينة بتاعتي. وبعد كده ايه، سقيت ال4 كوبايات دي ما شربوش غير اللبن اللي انا حطيته ده، الكوبايه اللي انا عملتها، الكوبايه الا ربع اللي انا عملتها بس. 4 كوبايات دي كبار كده من المج بتاعي اللي انتوا شفتوه عملت في اللبن ده. دي بقى ريحه الموز بقى، ريحه الموز دي اللي بتخلي ريحه الكحك ايه، جايبه لاخر اخر الشارع. انا كنت بعمل الكيلو ده في البيت كده، ايه، قلت اتسلى فيه لوحدي كده، وكانوا عيالي بره طالعين يقولوا لي ايه يا ماما انت عامله كحك، ايه الريحه الجميله دي، الريحه طالعه وجايبانا من تحت كده من عند دخلة العماره. قلت لهم يلا بقى ايه، قلنا نعمل بقى ونظبط ونوري ايه حبايبنا اللي الكحك بتاعنا وطريقته. بصوا العجينه طريه وزي الفل، وبسم الله ما شاء الله. اخدميها، انا بفصل التصوير وبخدمها وبنزلها على الارض واعجن فيها كده جامد عشان اخدمها وتبقى كويسه وتبقى حلوه، لان مش هيبقى على البوتاجاز هقدر اعمل ايه كده. بصوا العجينه تحفه، بصوا جمالها. لا وهعمل ايه، وهعمل وهنقش زي برضو ايام زمان، زي ايام امي كده الله يرحمها. نقشنا كده، بنقشت بالمنقاش كده، مش هعمل بقى بالبصمه بقى والكبسه والكلام ده، لا، هعمل بقى بالمنقاش قدامكم يا سيدي. وعملت كحكه كمان وحطيتها ايه زي ما كانت بتعمل بالظبط. هسيبها بقى ترتاح شويه، اغطيها كده بالصينيه واسيبها ترتاح شويه. معايا بقى ملبن، وعندي بقى ايه شويه مكسرات كده، مش هحط الا عين جمل. اكسر عين الجمل كده على الملبن تكسير كده اهوت، ومعلقه سمنه بلدي هحطها عليه وهعجنها بيه. طبعا انا ايدي نظيفه، طول ما ست البيت او انتي او انا او اي حد شغال في مطبخه عارف كويس قوي ايده نظيفه وايده تحت الميه على طول. معلقه سمنه بلدي من اللي انا مسيحاها كده، وهعجنها بيهم كده عشان تمسك معاه وتبقى حلوه، وتظبط كمان قلب الكحكه معايا. اعملي الطريقه ديت بجد واعتمديها تدعيلي. انا حبيت اعمل كميه بسيطه جدا معاكم، لان انا عاملين لي هناك في البلد كحك وبسكوت كتير، فمش هخسر انا، بس عشان الشغل والقناه وكده حبيت اعرفكم. ال4 كوبايات دقيق على كوبايتين الا ربع سمنه مخلطين، سمنه بلدي، سمنه زبده، سمنه روابي اللي انت عايزاه.
على ذرة ملح على كوباية الا ربع لبن، بتبوشي فيها معلقة الخميرة ومعلقتين سكر، وتسيبيهم يدفوا كده، والخميرة تختبريها فيهم. تمام. ويا دوبك شربت كوباية الا ربع دقيق بس بالخميرة، كوباية الا ربع قصدي لبن بالخميرة. عجلنا كده الملبن بعين الجمل زي الفل، بمعلقة سمنة زي الفل كده معايا. هبتدي بقى شكلها كده واعملها كور كده على قد اللي انا هحطه في الكحكة. مش عايزه اقول لكم والله بجد، اقسم بالله الكحك طالع تحفه، طالع دايب، طالع الريح فيه كده والجمال والطعم تحفه بجد. قلت برضو مش هيخسر، عملته حلو كده وجميل. وقلت برضو عشان ادوق منه حماتي برضو. بصي بقى يعني يظبط معايا وبقى كتير ومية مية. ظبطت وكورت كده، كانت العجينه ارتاحت وبقت زي الفل. هنجيب صينيه كده ونبتدي نقطع ونظبط. بصوا العجينة جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي كده، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد مبارك وعيد سعيد عليكم وعلى كل بيوتكم، اللهم امين. المنقاش بقى، بصوا جمال المنقاش بقى، النقشة دي انا متعلماها يا سيدي. كنا زمان كده في الافراح يعملوا كحك للعرايس وننقش بقى ونسابق مين ينقش احلى. شايفين النقشة عاملة ازاي؟ يا سلام، يا سلام، سلم يا نشوة على النقشة بتاعتك. حاجة كده تحفة. تحطي بقى حتة الملبنية عين الجمل مالية مركزة كده فيها، وتكوري وتبططي تبطيطة صغيرة كده. انا هعمله بقى واقطعه كله واسيبه برضو عشان ايه اعملهم بسرعة. بس انا حبيت اوريكم نقشة حلوة كده، ولا بصامة ولا ضغاطة ولا الكلام ده. لا، انا عم بحب انقشه كده نقشة حلوة كده، تبقى النقشة باينة كده في الكحكة وتبقى جميلة. صراحة ما شاء الله بجد، يعني عايزاكم تجربوه. هي كده طقت في دماغي، الحاجة كانت موجودة في البيت. هو بس بعت جبت بس ملبن، وكان عندي طبعا مكسرات باقية من رمضان. فقلت بقى باقية يعني احنا في اواخر رمضان، باقية من الحاجة يعني وكده. فقلت طب ليه ما اقومش بقى اعمل ده القناة بتاعتي وشغلي، ولازم برضو حبايبي يشوفوا الكحك بتاعي وطريقته وكده. فقمت جايه قايمة عاملاه، بصراحة كانت قرفته حلوة قوي. وبصراحة الأربع كوبايات دي رموا معايا بطريقة غريبة. يعني أنا لو كنت عملت دول ليا ولبيتي بس كده حلوين بصراحة. بصوا النقشة وجمالها وطعمتها يا سيدي يا سيدي. بصوا بقرب لكم كده عشان تعرفوا النقشات الجميلة حلوة كده. السكر يبقى ماسك فيها وباين فيها وحلو كده، مش زي البسطامة تحط السكر مقصدر. شايفين الجمال؟ شايفين الحلويات يا ناس؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. كحك بيتكلم عن نفسه. بص الطعامة طلع بقى من الفرن وحاجة كده آخر عظمة، آخر عظمة، سخن مولع مش عارفة امسكها. هفتح لكم واحدة بقى وتشوفوا الذوبان. شوفوا الذوبان والطعامة. بصوا وفي فرن البوتاجاز. بصوا الجمال والملبن حاجة كده تحفة. ده في فرن البوتاجاز، لا ولا فرن فلاحي ولا فرن أنبوبة. ده في فرن البوتاجاز بتاع مطبخي. والاربع كوبايات دي راموا معايا. بصوا الذوبان، بصوا عين الجمل والملبن، بسم الله ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير.